الحب مش كفاية لو توقيتكم مختلف. في فترة الارتباط والخطوبة ممكن تكونوا بتحبوا بعض جدا، بس العلاقة تفشل. ليه؟ علشان مش كل مشكلة هي مشكلة مشاعر. في حاجة اسمها فروق توقيت. ازاي فروق التوقيت ممكن تكون موجودة في العلاقات؟ في حاجة اسمها فروق توقيت. طرف في العلاقة بيكون جاهز للارتباط وللخطوبة، والطرف التاني بيكون لسه بيتعلم يعني ايه ارتباط وخطوبة ومسؤولية. طرف في العلاقة بيكون عنده وعي جدا، أما الطرف التاني لسه يدوب بيتعلم. طرف بيكون شايف العلاقة شراكة وتعاون، أما الطرف التاني فيها بيكون شايف العلاقة سيطرة. طرف بيفكر في الاستقرار والتاني لسه بيدور على نفسه، فبتحاولوا تقربوا، بس كل واحد وكأنه في زمن مختلف خالص عن التاني. ودي مش قصة حب صعبة، دي علاقة مستحيلة، لأن في فروق مش بتتحل، بتتعب قوي. وده أخطر من الاختلاف، لأن الاختلاف ممكن يتفهم، لكن فرق التوقيت مش دايما بيتعوض. في علاقات مش محتاجة مجهود أكتر، لكن محتاجة وعي بالحقيقة إنكم مش في نفس المرحلة. عمرك حسيت إنك في علاقة بس الطرف التاني مش في نفس المرحلة اللي انت عليها؟ مستنية تعليقاتكم، وابعت الفيديو ده لحد يكون محتاج يفهم الكلام ده.